ابنه وسمى نفسه عبد الله، ودخل صلى كمان في المسجد الازهر عشان يكسب ود المصريين. الاسكندر هو كمان عمل حاجة قريبة من كده، راح على معبود المصريين وقتها وهو آمون، طلب زيارة معبد آمون في واحد سيوة، والكهنة استقبلوه في المعبد وعملوا له طقوس التبني. يعني ايه طقوس التبني؟ يعني الحاكم بيكون نصف الاله على الارض، هو همزة الوصل ما بين الشعب وما بين الاله، بمعنى اصح او ادق هو ابن الاله. ومن ضمن الطقوس دي ان هو بيرتدي رمز الالهي ورمزية امون عند المصريين القدماء هو الكبش فارتدى الخوذة اللي فيها القرون، فاصبح الاسكندر ذو ايه؟ ذو القرنين. وهو راجع عدى على مكان اسمه راكوز، وكان بيسكن المكان ده مجموعة من الصيادين، وهي عبارة عن قرية صغيرة موجودة في موقع متميز مهم جدا. الموقع ده على رأس كل القرى المحيطة بيه، ومنها مباشرة يقدر أي حد يوصل للجزيرة اللي اسمها جزيرة فاروس.